اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وباحسن حال. حط لي بقى لايك للفيديو لو بتشوفوني لاول مره، يا ريت تشتركوا. النهارده هقضي كده معاكم يوم حلو ان شاء الله يعجبكم. طبعا اول حاجه كنت حاطه حله كده على النار علشان اشوح اللحمه قبل ما اسلقها. الحركه دي بتخلي معاك اللحمه طعمها جميل جدا جدا والشوربه بتاعتها حلوه. فبحب اعملها بصراحة، غير لما بتنزلي اللحمة في مية كده على طول. وطبعا حطيت البصل وحطيت طماطم وحطيت بقى التوابل بتاعتي، وبعد كده نزلت بقى بالمية اهي، وهسيبها لعند لما تستوي. وطبعا اول ما بتغلي اي ريمة كده على وش الشوربة بشيلها. هنا بعمل كريم كراميل، حطيت كده الكراميل في الاطباق اهو، وفضيت البودر بتاع الكريم كراميل على الحليب، وبدأت ان انا احط على النار لعند لما يغلي. وبعد ما غلى معايا اهو حطيته في الاطباق. شايفين؟ تحطوه كده على الكراميل وبعد كده تحطوه في التلاجة. بعلي يعني التلاجة على رقم 5، لان انا بخليها على 3 في العادي، وبحطه على الرف اللي تحت الفريزر على طول. وساعة بيكون جاهز معايا، بفضيه كده من الاطباق وناكله بقى على التحدي. طبعا انا همسح كل الحاجات اللي وقعت دي، الاحرف بتاعه الاطباق بقى وكله، لان انا كنت بصور وبعمل يعني، فعلشان كده اتقلب مني. هنا هعمل عصير جوافة وعصير مانجا. قطعت هنا المانجا وحطيت ان انا احط عليها مية ساقعة. عصير المانجا، انا بحب المانجا الزبدة جدا في الاكل وفي العصير. مين زيي بقى؟ يعني بحب اشربها عصير وبحب اكلها، المانجا الزبدة بالذات يعني. هصفي طبعا لان انا عملتها بقشرها. لما بقشرها وهي طرية بهدر منها كتير، يعني لما بتقشرها وهي طرية غير لما بتقشرها وهي متفرزة. لما بتكون متفرزة معاكي ما بحفيش حاجة بتطلع في القشرة، لكن لما تكون لسه مش اتفرزت بتطلع كتير في القشرة، فعملتها بقى بقشرها وصفتها وخلاص يعني. هي مش بتغير طعمها ولا اي حاجة. وعند هنا جوافة. طبعا الدورق هو مطرح المانجا، عملت مكانه ما شطفتوش يعني. لان اصلا يعني حتى لو عملت عصير جوافة على مانجا بيكون طعمه حلو زي الكوكتيل كده. وهبتدي ان انا اصفي. معلش بقى ان انا كنت بصور وماسكه لكم التليفون وبصور وبعمل بالايد التانية. حبيت ان انا اجيب المشاهد يعني اختصر معاكم كده وخلاص. سليمان كان بره بقى وجه كده وجاب لي معاه باميه وبصل وفلفل شطه وفلفل بارد وتوم وطماطم، وجاب لي ملوخيه. طبعا احنا كنا متفقين في اليوم ده ان احنا هنعمل باميه ولحمه، فاكرين تحدي الباميه واللحمه. بعد بقى ما جه من بره شاف الملوخيه كده حلوه وخضره قدامه، وجه قال لي انا عايز ملوخيه مش عايز باميه، مش عايز اكل باميه. فضلنا معترضين على الموضوع ده، وقلت له يا سليمان لما بعمل الملوخيه والباميه مع بعض الباميه بتتظلم وبتترمي بعد كده، حرام. فقال لي لا اعملي باميه على قدك، لكن انا مش واكل غير ملوخيه بس. فايه جه بقى على التحدي، اكل باميه اكتر ما اكل ملوخيه. تخيلوا! عجبته جدا جدا الباميه. انا كمان لما عرفت ان هو مش اكل منها عملتها مشطشطه. بس هو جه بقى يعني ايه، جه على التحدي كده واكل منها. وعملت طبعا كنت بعمل بقى شاي، هو اول ما جه من بره قال لي اعملي شاي، فصبيت كده ليا انا وهو وعلشان نشرب يعني. قعدت هنا بقى عملت الصلصه، وبعد كده الملوخيه قطفتها، وبعدين غسلتها اهو. بصفها بقى من الميه، بفردها على الصينيه زي ما انتوا شايفين كده، وبشغل عليها المروحه، او لو في شمسه تحطها في الشمسه شويه. بس انا شغلتها وعملت عليها المروحه يعني جوه علشان الدبان بره وكده. هنا بقى جيت اعمل باميه على قدي، بس انا هعملها كلها يعني، هقمع الباميه كلها علشان افرز اللي هيفضل. ده كان كيلو، عارفين الكيلو؟ عملت منه طاجن كده للتحدي، وعملت كيسين منه في الفريزر، يعني كيست كيسين كده، حطيت كيسين في الفريزر منها. كانت جميلة وصغيرة كده وخطيرة، شايفين حجمها اصلا قد ايه؟ صغننة خالص ومسكرة كده في الاكل وجميلة بصراحة. طبعا انا بشيل اللي بتاع من فوق وبعد كده بخرمها من تحت كده. خلاص بعد ما خلصت الكمية اللي انا عاوزاها والصلصة اتسبكت معايا اهو، وشلت منها كمان الصلصة دي. بدأت ان انا احط كده عليها البامية، لان انا بحب احط البامية على الصلصة، يعني ايه بتاع ربع ساعة كده او اكتر، ياخدوا من طعم بعض كده. ما بحبش احط الشوربة على طول يعني.
هنا عندي كمية توم محترمة وكمية فلفل برضو محترمة، علشان انا عايزة فلفل وتوم كتير. لان هعمل بتنجان وهعمل بامية وهعمل ملوخية، فالتلات حاجات عايزين فلفل كتير وتوم كتير. بفرم اهو شطة على بارد. طبعا بقسم بقى النص الكمية علشان ايه البامية والملوخية على جنب اهو. وبخلي بقى للبتنجان. بعد كده حطيت عليها طماطمايه. دي دقة البتنجان يا جماعة. انا 100 مرة عملت معاكم البتنجان، بس في ناس برضو بتدخل تسألني الطريقة ايه والطريقة ايه، فانا هكتب لكم في العنوان ان انا عاملة البتنجان هنا. وانت لو حد سأل على اي طريقة على قناة يوميات مروة سليماني هناك، قولوا له ان انا بكون عاملة الطرق هنا، يعني رد عليهم في الكومنتات يا جماعة. حطيت طبعا نص كمية التوم بالفلفل على البامية اهو. بعد كده عند البتنجان بكون مقشراه من على الاحرف بس اهو، وسايبه برضو القشره زي ما هي من على الاحرف التانية. وبعد كده بنزله في الزيت يستوي من على الناحيتين وبطلعه. هنا بقى مش عارفه انا كنت بحط بالطبق ليه. الكبشه كانت فين؟ والله كنت عامله كانت لسه في الحوض، عشان كنت عامله بقى الكريم كراميل. حطيت كده بقى شوربه اللحمه على الباميه اهو. هغطي عليها واوطي خالص واسيبها مع نفسها لعند لما تستوي. معلومه بقى لازم تعرفوها، ان الباميه مش تفضلوا تقلبوا فيها كتير عشان ممكن تشيط منكم. القعر يعني يشيط، وغير كده وطي عليها خالص لانها من الاكلات اللي بسرعه بتشيط. فاهمين؟ يعني الباميه وهي على النار خلي النار واطيه عليها خالص. كده البتنجان اتحمر، شايفين لونه تحفه جميل ازاي. وعندي هنا بقى بطبخ رز، بس بعمله حبه وحبه عشان كان الاكله دي طلب سليمان. هو اللي قال لي انا عايز ملوخيه ورز، ده حبه وحبه وبتنجان، قلت له ماشي. انت تعرف ان الاكله دي خطيره، والله اللي مش جربها فايته كتير. بتاكل وريحتها وطعمها حلو كده واكله خطيره بصراحه. هي اكله مصريه اصيله يعني. كده الرز خلاص خلصنا منه، والبتنجان اتحمر وفتحناه اهو. والدقه كمان عملت يعني شويه دبلت اهي. طبعا عصرت عليها ليمون وحطيت عليها التوابل. وببتدي ان انا احشي كده البتنجان ده بيكون تحفه يا جماعه. يعني كلوه كده مع اي اكله، مع الباميه مع الملوخيه مع الطعميه مع السمك المشوي، مع الكشر الاصفر. احنا بنعمله كده مع الاكلات اللي انا بقول لكم عليها دي كلها. البتنجان ده خطير 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 بصراحه. شايفين المنظر اصلا يعني بيحكي عن نفسه. كل ما اعمله بقى يخشوا يقولوا لي النبي طريقه البتنجان دي ايه. فانا اهو عملته لكم وصورته، وهكتب لكم برضو في العنوان عشان لما تبحثوا عنه بعد كده توصلوا له بسرعه. هنا بقى السلطه سايبه كده دقه فلفل بتوم وبصلايه ناشفه بقى، والخيار والفلفل والطماطم. الله 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 على طبق السلطه خطير. هنا كان سليمان بقى هو اللي الصراحه كان بخرط لي الملوخيه، كان بيساعدني في اليوم ده علشان خاطر يعني ايه. الصراحه كنا بنجري ورا بعض انا وهو علشان نلحق نصور قبل ما الكهرباء تقطع. بس للاسف الكهرباء قطعت وكنا لسه ما اكلناش. فلما بتقطع كل يوم بتقطع ساعه يا جماعه، بتقطع من 7 ل8. فهي في اليوم ده قطعت برضو قبل ما اخلص، يعني كنت خلصت وبس قطعت. فطبعا مستحيل ناكل لما الكهرباء تيجي. فقعدنا بقى ساعة استنيناها. صراحة كنا جعانين جدا في اليوم ده، ولما استنينا ساعة تحس الواحد نفسه انسدد كده. نزلت كده بقى بالشوربة بالفلفل بالثوم اللي انا كنت دقاه. وكان اصلا سليمان مخرط فلفل بثوم مع الملوخية وهو بخرطها. وبعد كده بنزل بقى بالملوخية بالمضرب كده السيليكون، تفضلي تقلبي كده ورا بعضه علشان خاطر مش تكلكع معاكي. ولو حسيت ان هي تقيله وعايزه شويه شوربه صغننين عادي زودي، يعني انا زودت قدامكم شوربه اهي. شايفين لونها؟ الملوخيه مش بتغلي كتير يا جماعه عشان تفضل محتفظه بالخضار بتاعها. يعني 3 دقايق كده وشيلها من على النار. مش تفضلوا تغلي فيها كتير عشان تصفر والخضار ده بيبقى اصفر كده. عندي بقى هنا التوم اهو، حطيت عليه معلقه سمنه بلدي. يا سلام يا سلام عشان نعمل الطشه الخطيره دي. بعد ما بيصفر كده بنزل عليها بشويه كزبره محترمين، يا دوب كده الريحه تطلع وبس. وبعد كده ننزل بالملوخيه. الله 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 يا ام ادم تسلم ايدك. انتوا لو شميتوا ريحه الطشه دي ياه ياه، مش كنت عارفه اشيل الطبق. ايدي ولعت والله. مش قادره اوصف لكم طعم ولا ريحه الملوخيه دي يا جماعه. شايفين خضرها حلو ازاي؟ حاجه كده لوز اللوز ده بقى الاكل بعد ما خلص. طاجن الباميه الخطير،
انا بقى فضيته في الطاجن، مش حطيته تحت الشوايه والله. واللحمه بعد ما استوت حمرتها علشان تكون لحمه محمره، لان احنا هو كان عايزها متحمره. والبتنجان الخطير، الله الله الله، صدق وجوعت. انا بسجل لكم وانا لسه بطبخ للتحدي عشان الفيديو ده ينزل لكم دلوقتي. وهنا بقى الملوخيه معانا جميله ازاي، والرز حبه بحبه اهو، والسلطه الخطيره. الاكله دي بصراحه يعني اللي مش بياكلها فايته كتير، وعصير الجوافه بقى والكريم كراميل، يعني سفره تشرف بصراحه. الله الله. جعتوا ولا لسه؟ قوموا بقى اطبخوها، او لما تشوفوها اعملها بكره ان شاء الله يعني. هنا بقى بعد ما خلصنا التحدي الصراحه قلت لسليمان عايزه اخرج كده اغير جو، قال لي يلا تعالي ما نروح نجيب قهوه من العربيه دي. الصراحه القهوه بتاعتهم جميله جدا جدا، هم سوريين وانا قلت لكم قبل كده. قهوتهم حلوه، فجينا نشرب كده قهوه. واخدنا معانا سيليا وليندا اهو. كان بقى يومها كان ريان نايم، وكان ادم وإياد في البيت، كانوا بيعملوا واجبهم وكده، كان بيذاكروا. فجينا هنا بقى نغير جو كده ونشم شوية هوا ونرجع على البيت تاني. الصراحة الواحد لما غير جو كانت خروجة حلوة، تحس ان الواحد فعلا كان عايز يطلع كده يشرب القهوة ويروح تاني. مش عارفة انا سرحت في ايه، تحسوني نسيت ان الكاميرا شغالة. انا بوريكم برضو المنظر اهو. هما بيكونوا واقفين كده، والعربيات كلها بقى ايه بتيجي كده وتقف ويشربوا ومش عارفة ايه وكده يعني. ليندا كانت عايزة مية، فجبنا لهم مية كده. كنا هنعدي برضو على السوبر ماركت نجيب لهم حاجة منه، لان هما مش هنشربهم قهوة ولا الكلام ده. الصراحة النفسية تحس ان هي عايزة تجديد كده، يعني لما تخرجوا وترجعوا على البيت تاني، حتى لو الفترة الصغيرة زي اللي انا طلعت فيها دي، بتحس ان انتوا برضو راجعين البيت وانتوا ايه نفسيتكم مرتاحة. هنا عدينا على السوبر ماركت، سليمان نزل كده يجيب لهم ايس كريم وحاجات، علشان خاطر احنا بنحب نجيب لهم دايما اللي هم عايزينه، حتى من غير ما يطلبوا. يعني الحمد لله، طالما بصي، طالما ربنا مديكي وعندك اطفال وكده مش هتحوشي عنهم حاجة. حتى لو هتجيبي لهم باكل بان بيفرحوا بيه، والله الاطفال بتفرح باي حاجة. فاحنا كده يعني الحمد لله. قولي بقى ايه رأيكم في فيديو النهاردة، واستمتعتوا بيه ولا لأ؟ ومعلش ان هو اتأخر عليكم، طبعا هو اتأخر فعلا، يعني انا مصورة التحدي ده من زمان. بس اهو شوية ظروف بقى يا جماعة، اعذرونا. الايام دي والله سليمان يعني مش كان فاضي يمنتج خالص، لو ان هو بيطلع كتير يخلص الاوراق والحاجات. كان بينقل حضانة ليندا وريان علشان يدخلوا سوا، فمضغوطين شوية يعني. جاب لنا بقى ايس كريم وشيبسي وبيبسي وحاجات اهو. الحاجات دي بتفرحنا جدا يا جماعة. حتى سليمان فرحان والله. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم يا حبايبي، حطوا لي عليه لايكات كتير كتير، وادعموني كده بكومنت حلو زيكم، واعملوا شير كده للقناة، واشوفكم على خير ومع الف سلامة.